السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش اللي زي العسل ده. عيش كده بصوا في منتهى الحلاوة والجمال. بصوا يفتح النفس كده، اول ما تشوفيه بس كده يفتح النفس. والعيش بقى اهم حاجة في البيت، يعني بيبقى في الفريزر بيقعد معاكي بالشهور. بتطلعيه قبلها بربع ساعة على الرخامة يفك، وتاكلي بأي حاجة، جبنة بيض الموجود هتطلعي وتاكلي على طول لو مكسلة تعملي أكل. شايفين العيش عامل معايا ازاي؟ بيبقى طري جدا، وبصوا من جوه كده بيبقى هش كده وشبه القطن كده، بيبقى قطن كده وهش من جوه. شايفين عامل ازاي من جوه؟ حلوة قوي. وبدقيق ومية بس، مش اي حاجة يعني متعبة ولا حاجات كتير ولا مكونات كتير، كل حاجة في البيت عندك. بصوا يتاكل حاف والله من حلاوته وجماله. هنبدأ هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه المكونات بتاعتنا، اللي هي مش مكونات اصلا. معانا دقيق، حسب بقى ما انت عايزة. لو اول مرة تعمليه جربي نفسك في كيلو بس، شوفي هيعمل معاكي ايه. لكن انا عشان متعودة بعمله على طول، معايا هنا 4 كيلو دقيق. ومعايا المية برضو مش بتتعبر خالص، دي مية من الحنفية عشان الجو حر. لو الجو بقى احنا في الشتاء بتدفيها. وده طبعا ملح، ودي ب5 جنيه خميرة بيرة على الكمية اللي معايا دي كلها. مش متوفر خميرة بيرة، خميرة فورية عادي جدا. حطي معلقتين كبار، لو هتعملي اقل حطي معلقة بس كبيرة. هنبدأ نحط الملح اول حاجة كده معانا، وفي نص الدقيق كده هعمل بركة كده بايدي. حطيت الملح، هعمل بقى بركة كده، حفرة كده بايدي عشان احط فيها المية في نص الدقيق. هنزل بقى بالمية بتاعتي، مش هنزل بيها كلها طبعا، ولو احتجت هزود تاني، لان هي المية مش بتتعبر. بتشوف العجينة معاكي عاملة ازاي زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى اجيب الخميرة بتاعتي بفضيها في ايدي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، واحطها كلها في ايدي. وفي المية اللي في الدقيق بدوبها بين ايدي الاتنين كده، عشان ما تبقاش فيها كلاكيع او كتل او اي حاجة. بدوبها خالص بايدي كده، وابدأ بقى اقلب كده الدقيق كله مع بعضه لحد ما الدقيق يختفي. واعجن بقى، ايد تروح وايد تيجي كده، ايد رايحة وايد جاية. لو عندك عجان ممكن تعجني فيه، بس مش هياخد طبعا كمية كبيرة، تعملي كيلو بس كده جربي فيه. وحابة بقى اتكلم معاكم في موضوع المصروف بتاع البيت، ازاي توفري من مصروف البيت حتى لو هو مش كتير معاكي. انت بتقسمي المرتب او الفلوس اللي معاكي بتاعت الشهر مثلا على ال4 اسابيع. وكمان عايزاكم تعملوا فكرة حصالة انا بعملها، بتوفر معايا كتير جدا. كل يوم بحط فيها 10 جنيه، لاخر الشهر بتزنق ومش بلاقي معايا فلوس. دي بقى بفتحها بيكون فيها 300 جنيه. لو حطيتي مثلا 15 جنيه بيكون فيها اكتر. بتوفر معاكي كتير. بمد ايدي اخر الشهر بيكون مش معايا فلوس، اخد منها واجيب بقى لو في اي طلبات ناقصاني اي حاجة. ودايما خلي في التلاجة بتاعتك طبق بيض ما يخلصش من التلاجة بتاعتك. يخلص تجيبي غيره، تجيبي نص طبق لو الميزانية قصرت معاكي شوية كده. لكن ما تقطعيش البيض من التلاجة في اي وقت بتحتاجيه. والجبنة، الحاجات دي. اول حاجة بتبص على الحاجات الاساسية في البيت. شوفي بتستخدمي قد ايه رز في الشهر او في الاسبوع، قد ايه مكرونة، قد ايه بطاطس، بصل، الحاجات دي كلها. وهقول لكم على افكار تانية ان شاء الله كتير. في كل فيديو هنتكلم في افكار جديدة. ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. ودعوة حلوة منكم كده في التعليقات. وان شاء الله باذن الله اللي عايز اي حاجه ووصفه معينه او اي حاجه يكتب لي برضو في التعليقات. انا هنا معايا بصوا العجين بقى معايا عامل ازاي. انا بشيله كده بختبره بايدي، بشوفه هيحتاج ميه تاني ولا لا، وبفضل اخدم فيه وانعمه بايدي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ قوام كده مش خفيف تقيل، وكل ما تخبطي فيه كده لقدام بيعمل عرق معاكي. انا خلصته كده وهغطي عليه وهسيبه يخمر وارجع له بقى. هو هنا خمر معايا. والضعف حجمه قد ايه، قد ايه اترفع لفوق والضعف حجمه.
هبدأ بقى ان انا اقطعه او اقرصه. هنا في الارياف كده بيقولوا نقرص العجين، مش بيقولوا نقطعه. هجيب بقى طبق كده وهحط عليه ردة. الردة دي اللي هي من دقيق الحبة الكاملة، بتطلع الدقيق لوحده والردة دي لوحدها. هتلاقوها عند اي حد بيبيع دقيق. بترش منها كده على الطبق عشان العيش ما يلزقش في الطبق. وبنجيب بقى شوية زيت عشان يسهل معايا وانا بقطع العجين وما يقعدش يلزق في ايدي كل شوية. ده زيت عادي اهو بتاع الاكل. ببدأ ابل ايدي كده وايدي التانية، ايدي الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ بقى اقطع كده، اخد حتة كده حسب ما انا عايزة بقى الرغيف بتاعي قد ايه. كبير هقطع كبير شوية، عايزاه صغير هقطعه صغير شوية، حسب ما انتي هتعرفي تعمليه. انتي اول مرة تعمليه لازم تقطعيه صغير كده زي مثلا اللي بتشتريه من بره، لكن انا عشان متعودة فبعمله كبير شوية. بفضل بقى الفه كده في ايدي، ايد من فوق وايد من تحت زي البقجة اللي انت ماسكاها من فوق كده. بيطلع معايا بالشكل ده، وشه بينعم كده بالزيت، وتحطيه بقى على الطبق وتعمل غيره. اعمل غيره كده زي ما انتوا شايفين. اقطع واحدة تانية وبايديا طبعا ببلها زيت دايما. كل ما اعمل واحد اعمل ايدي في الزيت كده، احط ايدي في الزيت عشان يسهل معايا. طبعا العجين لين زي ما انتوا شايفين كده كده. واحطه وخلي بينهم مسافة، وسعي بينهم لان هو لسه هيفرد كده على الطبق، هيخمر كمان شوية على ما اخلص التقطيع كله واروح اشغل الفرن بتاعي وكده. هيكون ايه نفش اكتر كده على الطبق عشان ما يلزقش في بعض. هبدأ اعمل بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم اهون عشان هو بايه بيبقى اللي مش متعود عليه بيحس ان هو صعب شوية. اول ما تاخدي عليه خلاص هتبقى الدنيا معاكي سهلة وزي الفل. بصوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، يعني بقطع وايد ماسكة من فوق زي البقجة لما كده، وايد من تحت بتنعمه كده. وايد الاتنين انا دهناهم زيت عشان يسهل معايا الدنيا والعجين ما يلزقش في ايدي اهو. لو في اي زيادات بشيلها كده من فوق عشان يبقى كله قد بعضه. وافضل احط كده على الطبق واوسع بينهم في المسافات كده. جربوا بقى فكرة الحصالة اللي انا بقولكوا عليها دي، هتعجبكم قوي. ال10 جنيه مش حاجة يعني، كأنك جبتي بيها اي حاجة او اشتريتي بيها كيس شيبسي لعيل من الولاد اي حاجة. هتحطيها في حصالة كده. وبصي بقى طبعا كلنا بنتزنق في اخر الشهر والميزانية معانا مش بتكفي. فبقى ايه بتمد ايدك بتلاقي قرش، يعني حتى هو قرش بسيط 300 جنيه بس بيجيبولك برضو اي حاجة محتاجاها بتجيبيها. انا كده هفضل اعمل كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده وهوسع. انا كده خلصت كله، عملت طبقين كده زي ما انتوا شايفين. هو فرق نفش شوية كده، وكان فضل معايا 3 حطيتهم على الصينية الصغيرة دي. بتسيبي بقى يعني تروحي تولعي الفرن، مش بتسيبيه كتير. تروحي هولع الفرن بقى. انا حاطاه في البلكونة اهو، يعني البلكونة بتاعتي واسعة فانا حاطة فيها الفرن بتاعي. ببدأ بقى اديله تبطيطة كده بايدي واشيله على ايدي زي ما انتوا شايفين كده، وافضل ايه الف ايدي كده ارحه يعني شوية. الف ايدي كده وبعدين احطه تاني عشان يشرب من الردة اللي تحت دي وما يلزقش في ايدي. واشيله تاني بنفس الطريقة بالراحة كده. تحطي ايدك وتلقفيه بالراحة كده بيجي معاكي. تحطيه على المطرحة. في ناس بتخبز على ايديها، انا مش بخبز على ايدي، بحطه على المطرحة بيبقى احسن وامن ليكي. وتحطيه في الفرن بقى على طول. وبيطلع معايا بالشكل القمر ده. شكله حلو قوي ويفتح النفس والله. وبصوا اهم حاجة في البيت العيش. بتحطيه في الفريزر بيقعد معاكي بالشهور. بيطلع قبلها بربع ساعة يفك على الرخامة كأنك لسه خبزاه. هعمل معاك واحد كمان كده زي ما انتوا شايفين. باخده على ايدي كده وارحه كده شوية، احطه تاني على الطبق يشرب كده من الردة. وهشيله تاني احطه على المطرحة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا احطه على المطرحة واساوي الطرف بتاعه. لو في حتة مش معدولة مع حتة معوجة شوية اعدلها بايدي بس كده على المطرحة عشان يبقى مدور زي المطرحة.
وعلى الفرن على طول هزقه اهو في الفرن كده. بتجمدي على المطرحة كده، لا تجيبيه معاكي تاني بره. وبيبقى معانا بالشكل ده. وتعلي بقى الفرن عليه، بصوا بيبقى طالع ما شاء الله تبارك الله زي العسل. بياخد وش احمر كده ويعمل فقاقيع كده من فوق، بيبقى حكاية يفتح النفس والله. وحاجات عندنا في البيت يعني. اول مرة تعمليه صغير زي ما انا قلتلك. هنا هو بشقه كده بالسكينة، ممكن تشقيه على 4. يعني في ناس بتشق الشقة الكبيرة دي 2 كمان كده، بيبقى الرغيف على 4 قطع مش على 2 بس. فحسب ما انت عايزة بقى. شايفين شكله في الفرن عامل ازاي اهو يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان الكل يستفاد، وما تبخليش عليا بتعليق حلو كده منك. اختي في الله، بحبك والله في الله. وانا خلصت الكمية كلها معايا اهي، وما فيش بقى ولا واحد معوج ولا واحد بايظ ولا اي حاجة. ما شاء الله تبارك الله كله زي العسل. شايفين؟ وحابة بقى تلدني منه شوية، لدني. حابة تسيبيه كله طري، سيبيه. الدنه ازاي؟ بعد ما بخلص خالص بوطي الفرن شوية، وببدأ احط بقى اللي انا هلدنه، ارصهم كده كام شقة من الشقق دي. بينشف معايا كده شوية، بياخد تحميصة كده. بيبقى مع الاكلات بقى اللي هي الحرشة كده، التحابيش دي ده متلدن. اللي انا ماسكاه في ايدي ده متلدن، بيبقى حلو قوي بقى مع الاكلات دي. حابة تسيبيه كله طري عادي، عايزة اللي يريحك. عايزة تلدني شوية زي ما انا عملت، انا لدنت شوية وسبت شوية طري كده. ايه رأيكم بقى فيه؟ مفيش. تسلم ايدك يا ام علي. بذمتكم بقى الفيديو ده يستاهل كام على 10؟ يستاهل كام لايك كده؟ بصوا من جوه عامل ازاي، قطني خالص وطري جدا. ويتاكل حاف ما تشبعش منه. اي حاجه بقى عندك، بيض، جبنه، مكسله تعملي اكل ومكرونه وطبيخ، هتطلعي وتاكلي على طول من قلب بيتك. وبيوفر، بيبقى اوفر معاكي كتير بقى. كل شويه تشتري من بره قد كده. دول بصي بيملوا خير كده في البيت، وريحه الخبيث في البيت بتبقى حلوه جدا. والعيال كمان الاطفال بيبقوا فرحانين. وهات يا ماما حته، اول ما تطلعي كده من الفرن وتخبزي، هات يا ماما حته، هتعمل سندوتش مش عارفه إيه. بيبقى خير قوي في البيت ريحه الخبيث دي. ودايما كده تصلي على النبي في قلبك كده، الصلاه على الحبيب دي والله العظيم كلها خير وبركه وتفاؤل، وبتعمل المعجزات. الصلاة على الحبيب دي دايما تصلي على النبي، وتذكري الله وانت بتعملي الاكل، وانت بتخبزي، بتعملي اي حاجة. والله بيفرق جامد. بيبقى كفاية ان الاكل معمول كده بذكر الله، بيمر عليكي وعلى ولادك بالخير والبركة. مع السلامة.